السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي وأصدقائي، وأهلا بكل اللي شرفوني في قناتي واشتركوا عندي. لو في حد بيجي يكتب في التعليق وما بعرفش يكتب، أنا ببقى عاملة التعليقات للمشتركين عندي فقط. فبعد إذنك باشترك عندي وفعل الجرس واعملي عليه علامة الكل عشان يجيلك إشعار على قناتي. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل معاكم سبانخ كنت مخزنها معاكم قبل كده، وهعمل معاها لحمه قطع، وممكن تعملي معاها لحمه مفرومه كمان. هنا بوريكم ان اللحمه انا واخدها من الجزار قطع مسوره قطع متكسره، ببقى موزعاها مع الاكياس، بتعمل شوربه، بتعمل طعم الشوربه بيبقى حلو. طبعا معلقه السمنه ساحت وبقوم حاطه العظم الاول، وحاطه قطعه اللحمه على حته الدهن زي ما انتم شايفين عشان تسيح، واسيبها تتشوح كويس. ولازم تكون اللحمه ناشفه معهاش ميه عشان ما تفرقعش منك جامد. انا بشطفها واسيبها تتصفى في مصفى. هنا كده انا بوريكم ان هي اتشوحت اهي، بقلبها على الجنب التاني. انا بحب اللحمه، انا وجوزي وولادي بنحبها اللحمه تبقى متحمره وهي نيه، يعني تتحمر والشوربه بتاعتها بتبقى غامقه مش الشوربه فاتحه. لو انت حابه الشوربه بتاعتها تبقى فاتحه، يا دوبك شوحيها بس، يا دوبك تاخد لون على كل الجوانب، على الاربع جوانب. وبعد كده بتحط عليها الماء المغليه. هنا كده انا حطيت فلفل اسمر ناعم. هو الاحسن ان انت تحط لها فلفل اسمر حصى، بس انا ما كانش عندي ساعتها، كان الفلفل الاسمر عندي الحصى خلص. هنا كده بوريكم ان انا حمرتها على الجنب ده، حمرها على الجنب التاني. انا طبعا شلت العظم على جنب بعد ما حمرته، بحمر اللحمه لوحدها عشان الحله مش هتاخد العظم مع اللحمه زي ما انتم شايفين. انا كنت بوريكم في الطبق. هنا كده انا اتشوحت كويس وحطيت لها ميه مغليه من الكتل. بحط لها شويه صغيرين في الاول عشان لما بطلع بخار ما بطلعش بخار عليها كتير، لما بحط كله ورا الميه كلها احطها مره واحده. هنا كده حطيت العظم زي ما انتم شايفين. هنا كده طبعا هنا لازم نحط بصلايه، وانا بحب احط في اللحمه جزر، اقطعها كده مكعبات كبيره شويه، ورق لورا وحبهان وحته قرفه خشب وطماطمتين صغيرين. دول طلعوا طماطمتين صغيرين، فحطيت 2 صغيرين. لو عندك طماطميه كبيره حطي طماطميه كبيره. يا دوبك بغرزها بالسكينه بس وبحطها في الطماطم في الشوربه، اسفه. هنا كده جبت حله تانية وحطيت فيها نص معلقه سمنه مليانه كده وشويه زيت، وديت عشان الحله دي عشان السبانخ. هنا جبت بصله قطعتها مكعبات، بصله متوسطه. يا دوبك البصله تدبل، وبعد كده احط عليها معلقه توم مليانه. انا بحب اعمل السبانخ بالثوم والبصل. في ناس بتعملها بالثوم بس، في ناس بتعملها بالبصل بس. لا، بس هي الثوم والبصل بتبقى طعمها جميل جدا. هنا زي ما انتم شايفين انا بقول لكم ان البصله دي دبلت اهيت، واحط عليها الثوم. يا دوبك تتشوح. انا ما بحبش احمر حاجه لان احنا في الصيف والدنيا حر، فالحاجه دي الطبيخ بالذات بيتعب وبيخليك تحتر اكتر وبيتعب بالمعده. هنا كده حطيت رشه ملح عشان البصله تدبل شويه. وهنا كده كنت انا مخزنه طماطم صلصه. السبانخ زي ما انتوا عارفين ان هي بتحتاج صلصه كتير، فانا حطيت كيسين صلصه وحطيت عليهم كيس سبانخ كبير كنت انا مخزنه معاكم. هنا زي ما انتوا شايفين اهوت كده. انا هسيبها بقى مع بعضها تغلي غلوه. هنا الحمص، اللي هو الحمص بتاع بتقول للعطار انا عاوزه حمص بتاع السبانخ. الحمص بتاع السبانخ ده بيبقى مقسوم نصين كده. طبعا بغسله كام غسله، وبعد كده بحط عليه ميه مغليه لمده ساعه، وبعد كده احطه في السبانخ. هنا كده بوريكم ان الشوربه لونها جميل. الشوربه دي لو انت حباها فاتحه زي ما انا قلت لك، مش غامقه سنه زي ما انا بحبها، بس الغامقه دي بتعمل لها التشويحه دي بتعمل لها طعم جميل. جربها على طريقتي هتعجبك جدا. ان انت تحمري اللحمه قبل ما تسويها، بتدي تشويحه ولون جميل للشوربه وطعم حلو قوي. هنا كده انا هوريكم اللحمه. هنا هطلع قطعه لحمه واوريكم ان هي استوت على جنب، يعني لسه ما استوتش للاخر، فعشان هحطها في السبانخ تاخد سويه كمان. هنا بوريها لكم في طبق اهيت. هنا كده بوريكم ان هي، بصوا شوفي لسه جامده ازاي، لسه تستوي مع السبانخ شويه. فانا هحطها في السبانخ تاخد غلوتين 3 بس. هحط الملح في الشوربه الاول عشان تبقى الشوربه مملحه واللحمه كمان مملحه. هنا كده انا حطيت الملح اهوت. وهنا بوريكم ان السبانخ قربت تخلص اهيت. هحط لها بقى يعني لسه شويه، لسه ما خلصتش قوي، لسه الحمص لسه مستواش. هحط لها بقى اللحمه، قطع اللحمه، واغطيها واسيبها تستوي مع نفسها. هنا طبعا انا حاطه في السبانخ وهي بتتسبك، حاطه فلفل اسمر وشويه كمون
وملح طبعا. هنا كده السبانخ فكت مع الطماطم، واحط لها بقى شوربه، واحط المصفى عشان اصفي الشوربه، تبقى طبعا ما بقاش فيها ولا لورا ولا حبان ولا اي حاجه. وبعد كده بحط لها اللحمه اللي انا طلعتها من الشوربه معاكم. لو لسه معايا لحد دلوقتي ما تنسيش بلايك واشتراك وتفعيل الجرس فضلا وليس امرا. هنا كده انا بحط اللحمه، القطع اللحمه هي طبعا انا مورياكم ان هي مستوتش للاخر، فعشان تاخد غلوتين مع السبانخ وتدي طعم حلو. هنا كده السبانخ استوت وبقت جميله، وقدمتها وغرفت الاطباق وغرفت الشوربه. وطبعا كلنا نعرف نعمل الرز، وان شاء الله هبقى اخلي بنتي ان شاء الله حنين تبقى تعمل معاكم الرز، لان هي ما شاء الله بتعرف تعمل رز جميل ومفرفر وعامله معاكم الرز قبل كده بتاع السمك. هنا كده السبانخ بوريكم اللي هي فيها حمص، الحمص جميل والسبانخ مفيده جدا وحديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.